في مشهد جد مؤثر فارق شخص الحياة ليلة أمس الأحد داخل مسجد عين التكي المتواجد على مستوى جماعة بني يخلف ضواحي المحمدية خلال أدائه لصلاة التراويح. وأكدت مصادر من المحمدية أن المتوفي من مواليد 1976 كان كباقي المصلين يؤدي صلاة التراويح قبل أن يسقط فجأة ودون سابق إنذار جثة هامدة بعد أن أصيب بأزمة قلبية حادة. وأوضحت المصادر ذاتها أن المصلين الذين أصيبوا بالدهشة لوفاة الشخص أمام أعينهم سارعوا إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكية حلت بعين المكان مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية التي قامت بنقل جثمان المتوفي إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من النار.